ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. باركولي بقى على الخمار الجديد ده بصوا بقى، احنا النهارده بقى هنعمل ايه؟ كشري. طبعا لو انت اول مره تشوفيني، دوسي على علامه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا، وعملنا لايك كده جميل، واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. يلا بقى نعمل كشري النهارده. فطارنا هيكون كشري باذن الله ان شاء الله. طبعا حطينا حبه من الزيت، وهننزل بشويه المكرونه الاقلام دي، ومعانا هنا شويه مكرونه صغيره. كانت باقي مكرونه، يعني كنا جايبين مكرونه صغيره بنحمرها، هي للتحمير، مش اشكال، هتتسلق برضو. تمام. ومعانا برضو شويه من المكرونه الاسباجيتي، وقعت مني وانا بحطها، يعني شوية راحوا واقعين اهو. بقسمها اتنين، في ناس بيحبوا ان هي تبقى طويلة بيحطوها سليمة، بيشعروا ان هما بياكلوا اندومي. بس كده كفاية قوي. ده انا عايزة اقول لكم فاض في الفطار، يعني محدش قدر يكمل طبقه. بس العيال شوية كده اصلا وبيجوعوا يعني، تمام، شوية كده وبيجوعوا، بيعوزوا ياكلوا تاني. طبعا احنا بقى قلنا ايه؟ ننقي الرز. حطينا الطبق على اليمادي، والطبق التاني الحلة فيها مية عشان هنعمل العدس بجبة زي ما انتم شايفين. طبعا انا كنت بنقي الرز ومندمكة، فاحمد جابني كده لقطة. ده بابايا يا جماعة، ده له بالرحمة. عايزة اظبط الصورة دي كده واروح لمصوراتي واظبطها كده وبروزها واعلقها تاني ان شاء الله. ربنا يرحمه يا رب ويجعل مسوى الجنة، اللهم امين. خلصنا كده. نفس الكلام برضو هيبقى العدس. احنا بنعشق العدس كتير يا جماعة على الكشري، عشان كده ببقى حاطة ربع كيلو من العدس بسلقه. انا بعمل الفيديو دون، يعني بدبلج الفيديو دون بعد الفطار، بعد الفطار. زي ما انتم شايفين كده برضو. واحطها بقى ايه على النار، سبتها يجي ربع ساعة كده شوية تتنقع، وبعد كده رحت حطها ايه على النار ووطيت عليها. طبعا مكرونة عادي بتكتل، بنفكها كده بالمعلقة بظهر المعلقة. الكلام ده للبنانيت المبتدئة يا جماعة. وبالنسبة في فيديو طالع من غير صوت، بس بصراحة يا جماعة جاب مشاهدات، فيعني همسحه. لا، سيبناه من غير صوت عادي. معرفش والله، كنت مدبلي يعني، كنت عامله له صوت وكل حاجة. بنبص بقى لقينا مفيش صوت خالص. طبعا السمنة معظم الوقت ببقى جايباها كيلو اللي هي السايبة، فببقى حطاها في التلاجة، فبتجمد مني، فعشان كده بروح مقطعة بالسكينة. دي قطعة كده من السمنة وشوية من الزيت. اصلا بسبب غلو الزيت ده المفروض الواحد يجيب بخاخة اصلا، والله بجد. شوية من الشعرية. طبعا قبل ما بعمل الشعرية بيكون الرز مغسول وركناه، بيكون تمام. كده قربت تاخد لون اهي. بقولكوا ايه، الجو بجد يا جماعة الايام دي فظيع قوي. عطش وجوع ومعرفش فيه ايه بصراحة، من اول يوم لحد امبارح لحد النهاردة. وبالليل الاقيه يعني سقع وحاجة كده، استغفر الله العظيم يا رب. جو مرض مرض بجد يعني. انا خدت دور بجد، ربنا يشفي كل مريض حقيقي والله. ولحد دلوقتي برضو الواحد يعني ها الحمد لله. عشان كده ما كنتش بنزل فيديوهات الايام اللي فاتت، لاني كنت تعبانة جدا.
حطينا شوية حتة مكعب وشوية من الملح، والرز كان مفلفل وزي الفل. صراحة الأكل كان كله جميل، وريحته وطريقة بقى الدقة دي هتشوفوها هتعجبكم جدا، وريحتها كانت بجد واو، ريحتها تحفة. حتة سمنة دي بقى للصلصة. الحلة اللي ورا دي بتاعة العدس، بس الغطا بتاعها اتكسر فحط لها طبق من دون. خدت شوية وسبت حبة يعني نص معلقة من التوم، لان انا مبحبش اكتر كتير للدقة صراحة. ريحة التوم بجد دي بتبقى حكاية لما بتنزل كده، تفضلي كده تشوحي فيها كده. انا معاكم اهو، صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. طبعا ما عنديش طماطم اللي من دول، وطبعا مين اللي بناخد منه طماطم؟ الفليزر. الحمد لله. الطماطم دي مفرزاها من الصيف اللي فات يا جماعة. ان شاء الله باذن الله الطماطم ترخص وترخي بعد طبعا العيد في دخول الصيف يعني. ان شاء الله باذن الله، ونبقى مفرزها ايه مع بعض باذن الله ان شاء الله. طبعا حطينا بقى كمون وكزبره وفلفل اسمر ورشه سكر للحموضه للي مش عارف، واتنين مكعب ماجي، وهنحط بابريكا تعزز اللون وتخلي لونه حلو جدا. وهنسيبه شويه وبوريكم بقى ان الرز استوى. بصوا مفلفل وجميل ازاي اهو. حاجة البيت طبعا لا يعلى عليها، جميلة جدا. بس هو ربنا بيبقى محلل في رزق الناس اللي بره. تمام. ربنا يرزق كل بني ادم يا رب ان شاء الله. بصوا بقى هنا حطينا حتة سمنة صغيرة، وهنحط برضو شوية من الزيت، لان دي حلة الدقة. تمام. فانا ايه، بدل ما احط التوم ني وبيبقى رخم، فقلت اديله تشويحة كده. وعايزة اقول لكم هي دي التكاية خلت ريحته حلوة. ونزلت بقى صدمته بالخل. بصوا بقى يا حبايبي هنديها تشويحة، يعني تخش على سنة كده من الذهبي، مش هخليها ذهبي قوي. اه زي ما انتوا شايفين كده. هنصدمها بقى بشوية من الخل. الخل ده عموما مش مركز، عشان ما حدش يقول انت دلقتي بكترة قوي كده ليه. فانا عشان ايدي ما بتبقاش ميزان في الخل بالذات، انا ما بجيبش اللي هو المركز قوي يا جماعة. طبعا حطينا بقى كوباية مية. العيال عندي بيحبوا الدقة اكتر من الشطة. وطبعا دي الحلة الصغنطوطة قوي دي بتاعة الشطة. حطيت فيها شوية من لا يا ربي، حتة من الفص الثوم تدي يعني برضو ريحة ونكهة كده. وننزل بالتوابل بتاعتنا كلها. برضو هنا زي ما هنا حطيت كزبرة، احط هنا كزبرة، هنا كمون هيبقى هنا كمون، فلفل اسمر كده يعني. كل حاجة هتتحط هنا وهنا. هنا فلفل اسمر وهنا، عشان ما نزعلش حد يا جماعة، عشان ما نزعلش حد. تمام. ربنا يجعلنا كده نجبر بخاطر كل الناس يا رب. جبر الخواطر ده جميل على فكرة، يعني برا الموضوع بقى اللي احنا بنحكي فيه دون. جبر الخواطر جميل، واكيد انتوا عارفين حاجة زي دي. طبعا حطينا بقى ايه الشطة زي ما انتوا شايفين كده. الشطة دي حار قوي، وهنسيبهم يغلوا. واحط ليمون. حطيت حوالي 3 ليمونات في قلب الدقة. بنموت الليمونة، نموتها.
الليمون دلوقتي الكيلو ب20 جنيه. اللي بيرخص وبيبقى ب5. والله بجد استغلال تجار حقيقي بجد. يعني ايه الفرق وايه اللي حصل؟ يعني ما هو قبل رمضان كان ب10 جنيه، دلوقتي بقى في رمضان ليه ب20 جنيه؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه الفرق؟ يبقى ده استغلال. هدي برضو للشطة نص ليمونة. حطينا ملح. عايزه اقولك والله الحدق بتاعه كان ما شاء الله جميل. وعايزه اقولك انا ما دقتش اي حاجه من الاكل النهارده، يعني ما دق يعني بدوق طبعا على طرف لساني. وبروح ايه يعني سوري في اللفظ، تفاهه تمام. فما عملتش ده النهارده لاني بكره الطريقه دي. بس الاكل طلع والله مظبوط بالظبط. العين ميزان. طبعا بقى لو الفيديو عجبكم عملنا لايك واشتراك في القناه، ودوسوا على علامه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. اشوفكم في خير وفيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.